مرحبا صبايا، اهلا وسهلا فيكم بقناتي جيجي تشانل. بهذا الفيديو راح احكي فيه عن الماسكات. طبعا في كتير انواع ماسكات بالسوق. في يعني كل واحد خصوصي لشغله، وفي بنفس الوقت في كتير انواع بشرة، يعني كل نوع لازم تستخدم ماسك واحد. فللي ما بتعرف شو هو الماسك اللي لازم تستخدمه او شو الماسك اللي لازم بيساعده لحتى تخلص من مشكلة معينة، فتعرف في هذا الفيديو. طبعا اللي لسه هلا ما بيعرفني، انا اسمي مجدولين وهي قناتي. بعمل فيها فيديوهات عن السكين كير، عن الميك اب، عن العناية بالبشرة، عن شغلات البناتية، يعني اي شيء بخص البنات. يعني صراحة مو بس انه حيكون ميك اب وسكين كير، في افكار براسي ما لها علاقة بهدول الشغلات، بس كل شيء بتساعد البنت بحياتها، بكل شيء يعني بالحياة. فاللي حابب يشوف هذا الفيديو خليكم معي. هلا اول شيء رح اقولكم شو هو الماسك. هذا اول سؤال. اول شيء الماسك هو شيء بيساعدك لتخلصي من مشكلة معينة عندك بالبشرة. اذا كان عندك يعني اي مشكلة بيساعد انه انت تخلصي منها. مثلا بشرتك مو كتير نضرة، ومثلا بدك تبيضي بشرتك، في عندك حبوب مثلا بدك تروحيهم، او بشرتك دهنيه وما بتحبي هذا الزيت اللي بيطلع منها، او بشرتك جافه ولازم تكون انه دائما انه رطبه. بيساعد بحل كل هدول المشاكل. يعني هو علاج اسمه الماسك. هلا الماسك انا شخصيا مو ضروري تعملوا مثلي يعني. عادي كتير في عالم تحب تستخدمه مره واحده بالاسبوع، في عالم تقدر تستخدمه مرتين بالاسبوع. انا صراحه بستخدمه كل 3 ايام، يعني كل 3 ايام بجرب ماسك. مو ضروري يكون انه مثلا عندي اياها المشكله، حاول اتفادى انه تصير عندي اياها المشكله. مثل الانتي ايجينج. الانتي ايجينج هي علامات تقدم بالعمر، يعني اللي هن الخطوط اللي تحت العين، او الخطوط اللي بتطلع حوالين التم مثلا، او النقط السوداء اللي بتطلع احيانا بالوش. هدول كلياتهم بستخدم لهم ماسكات، مع اني انا لساتني صغيره، يعني شو عمري 22 سنه. بس لازم تبلشوا منه انتوا صغار، لانه عن جد اذا بتبلشوا قبل ما تصير المشكله ما بتصير عندكم المشكله. كتير اسهل وكتير بتوفروا على حالكم اذا بتبلشوا تعالجوا ببشرتكم قبل ما تكبروا بالعمر. يعني حاولوا كتير تستعملوا ماسكات. مو ضروري 3 مرات بالاسبوع، مو ضروري كل 3 ايام مثلي. فيكم تعملوا مرتين بالاسبوع، مرة واحدة بالاسبوع ممكن كمان بتكون بتكفي. بس لازم عن جد تعملوا هذا الماسك بالاضافة للروتين الصباحي والروتين المسائي. هلا الروتين الصباحي انا حطيت عندي فيديو على القناة، ححط لكم اللينك هون بيطلع او هون، يعني ما بعرف هلا، بس لا اعمل اديتنج للفيديو بتشوفوا وين. بس لا حيكون هون يا حيكون هون، بنفس الوقت حيكون تحت بالديسكربشن بوكس. طبعا تحت بالديسكربشن بوكس اي شيء لينكس او اي شغلات بحكي عليها حتكون تحت. المهم نرجع لموضوعنا. اذا شفتوني عم طلع تحت انا كاتبه ورقه جاهزه عليها كل المعلومات اللي بدي احكيها بالفيديو طبعا، لانه عن جد كتير موضوع مهم، وكتير عالم ما بتعرف انه شو اللي لازم تستخدمه، او مثلا اذا عندها مشكله معينه شو اللي لازم تستخدمه لحل هي المشكله. هلا اول شيء لما تنزلي على السوق بدك تشتري ماسك، في كتير انواع ماسكات. في جيل ماسك، في الكريم ماسك، في البيل اوف. البيل اوف هو اللي بنقام بتقشر تقشير. الجل طبعا كلياتنا بنعرف انه هو بيكون مثل الصبار. شلون جل الصبار، الجل ماسك هيك بيكون شكله. في عندك الجيل، الكريم، البيل اوف هو اللي بتقيميه مثل القشرة، بتمديه على وشك بعدين بتقيميه. في الكلاي ماسك. الكلاي هو معناته، انا صراحة ما بعرف شو معناته بالعربي، بس ترجمته طلع الماسك الطيني. ما بعرف اذا صح يعني، بس هو اسمه كلاي بالانجليزي، وبتوقع حتى بالعالم العربي يعني بيكتبوا على هدول القصص بالانجليزي. اسمه الكلاي ماسك. الكلاي هي الطين فعليا يعني. وفي عنا كمان الشيت ماسك اللي هن اللي بيجوا الوراق اللي بتحطوه على وشكم، بيكون عليها المرطب او بيكون عليها المي او السائل او النوع اللي يعني تبع الماسك. وفي عنا اخر شي هو التقشير. الماسك اللي بيكون فيه بقلبه حبيبات، بتفرديه على وشك كلياته، بعدين لما بدك تغسلي بدك تفركي في وشك حتى تحسي، وهو عن جد هذا كتير انا بحبه، يعني بتحسي انه كل البشرة، الجلد الميت كلياتهم قام من بشرتك، وحسيتي انه بشرتك نضرت. فهدول هن الانواع اللي موجودة بالسوق. هلا حنحكي عن كل نوع لحاله. هلا انا بصراحة أنا كتير عملت ريسيرش وكتير عملت شغلات، عشان انا المشكلة اني انا بعرف الشغلات، بعرف المعلومات، بس ما بعرف رتبهم. كلهم مرتبين هلا قدامي. فهلا الماسك انا طلع معي اخر شي بيساوي 3 شغلات اساسيات. اول شغله هي يا بيكون تقشير. التقشير هو بيقيم الجلد الميتة،
وبقيم البكتيريا وبروح الحبوب. هذا الماسك الواحد تبع التقشير اللي هو اسمه exfoliating بالانجليزي. والتاني واحد، تاني نوع هو بيكون للتبييض او لنضارة البشرة. هدول ما بيكون فيهم شغلات انه بتقتل البكتيريا، ما بيكون فيهم شغلات انه بتروح الحبوب. هن اصلا بتحطيهم يعني لما بتقيمي هذا الماسك بتحسي بشرتك صارت ابيض مثلا او نضرة اكتر. وهدول الماسكات هلا حنحكي عليهم، حنحكي عن كل واحد لحاله. اخر نوع الماسكات هو الانتي ايجينج. الانتي ايجينج هن الشغلات الماسكات يلي ما بتخلي يصير عندك شغلات الشيخوخة، مثل الخطوط تبع حوالين العين، التجاعيد مثلا، او الدارك سبوت. الدارك سبوت هدول اللي بيطلعوا يعني دوائر سودا مثلا بتطلع مع التقدم بالعمر طبعا. هلا حنبلش نحكي عن اول واحد. اول واحد هو انا حكيت عنه، هو تبع التقشير والتنظيف. هو صراحة هذا احسن شيء، انا كتير كتير بحبه يعني. وفي منه كتير انواع. هلا التقشير هو مثل ما قلت لكم هذا الماسك اللي بيكون بقلبه حبيبات، بتدهنوه على وشكم وبس بدكم تغسلوا يعني وشك، بتفركي في وشك وهيك انت بتحسي اصلا انه الجلد الميت عم ينقام معه. هذا حلاوته انه كمان بيعطي نضارة للوش، ما بيبيض بس بيعطي نضارة. وطبعا اكتريتهم هدول الماسكات يا بتكون هيك تبع التقشير، يا اما بتكون الكلاي، ماسكات الطين. ماسكات الطين كمان نفس الشيء، بتمديها على وشك وبتستنيها تنشف، بس تنشف بتغسلي وشك. ولما بدك تغسلي وشك من هذا الماسك كمان بتفركي فيه وشك، سو بتحسي انه الجلد الميت عم ينقام معهم. هلا بس تستخدمي هذا الماسكات تبع الطين مثلا او الكلاي او هدول الشغلات، رح تحسي بعد يومين ثلاثة، طبعا اذا انت ما تستخدمي ماسكات ابدا، رح تحسي بعد يومين ثلاثة انه حيبلش يطلع لك حبوب. وانت لا تخافي لانه انا هيك صار معي. انا جبت يمكن تبع لوريال مرة صورت لهم اياه على السناب شات، جبته يعني بعد يومين ثلاثة صار يطلع لي حبوب على وشي. اما انا خفت، فلما عملت لها انه لوك اب يعني وشفتها على جوجل وهيك شغلات، فقال لا انه هو بعد ما تحطي هذا الماسك اذا كان الماسك منيح بيصير معك هيك. يعني انا ما كنت استخدم كلاي ماسك كتير، يعني كتير نادرا بستخدم الشيت ماسك، بستخدم الماسكات اللي نحنا بنساويها بالبيت، بستخدم الاكسفولييتنج هن اللي بتفركي فيها وشك بعدين بس تغسليها. يعني هن بيكونوا هدول الشغلات مو الطين، بيكون فيها مي وبيكون في بقلبها حبيبات، مثل احيانا سكر، احيانا شاركل. الشاركل اللي هو الفحم. هدول انا كنت اكثر شيء استخدمه. فلما استخدمت الكلاي اللي هو ماسك الطين بعد يومين ثلاثة صار يطلع لي حبوب بوشي. انا خفت كتير انه شو هذا، من شو عم يطلع. طلع من الماسك انه الماسك منيح ونظف البشرة منيح، ولهيك عم يطلع كل شيء بكتيريا تحت البشرة عم تطلع. طبعا علاجهم هدول الشغل، هدول بس يطلعوا علاجهم التونر اللي حكيت عنه بالفيديو اللي هو التي تري اويل والمي. anyway خلينا نرجع على الموضوع، ما نطلع عن الموضوع لان انا عم بحكي كتير صايرة. تاني واحد رح احكي عنه هو ماسك التبييض. هلا ماسك التبييض بحاول هو هذا الماسك على انه اذا كان عندك مثلا بدور اذا في بوشك مكان غامق، او في عندك مثلا هون، يعني احيانا انا مثلا بتصير عندي هون بصير عندي دويره حمراء هيك بدون شيء، ما بتكون حساسيه ما بتكون شيء، بس في الصبح بلاقي دويره حمراء ما فيها حبوب يعني كمان اصلا، بس هيك. المهم لما بتحطي هذا الماسك بحاول يوحد لك لون البشره وبيبيض البشره. اذا كانت بشرتك سمراء يعني اغمق من لون جسمك، طبعا ما حيبيض البشره اذا وحده بس مشان تبيض البشره، نو. اذا كان يعني وشك اصلا لونه غير يعني برجع لك اياها للونك الطبيعي. ما حقلكم انه ببيض كتير بيصير بياض ناصع، يعني ما بتوقع هيك، لهلا ما جربت هيك واحد بيساوي، بس بيعمل نضارة للوش بتجنن، يعني بتطلعي مثل كأنك عم تضوي عن جد بيضوي الوش بعد ما تحطوا هدول الماسكات. هلا هو هدول الماسكات اكثر شيء بيكون فيهم تبع التبييض، اكثر شيء في بيكون ياسمين، بيكون فيها اكثر شيء كمان الفيتامين سي. هلا الفيتامين سي كمان كثير كثير بيعمل بيبيض البشره، لهيك اكثر شيء بتكون بهذا الماسك، في اكثر عضو في اكثر عنصر فيه لهذا الماسك هو الفيتامين سي. هلا اخر واحد رح احكي عنه هو الانتي ايجينج. الانتي ايجينج هو الماسكات يلي ما بتخلي اصلا اذا ما كان طالع خطوط مثلا، او اذا كمان كان طالع هدول الدارك سبوت تبع الكبار بالعمر، النقط السوداء، اذا ما كانوا طالعين بتخليها ما تطلع، بتحافظ عليها كتير. واذا كانت طالعه
ما حقلك بتروحها كلياتها لانه ما بتوقع بعد ما تصير المشكله انه بتروح الا اذا بعمل جراحي او شيء، ما بتروح لك اياها كلياتها، بس كتير بتخففها، كتير يعني بتحاولوا عن جد عن جد بتحاول انه اذا كان في عندك خطوط مثلا او بتصيروا كتير كتير خفاف، يعني invisible، يعني ما بتقدر تشوف فيهم احيانا اذا كان اوليتها. اذا كان كتير صاير فترة بحاول انه يسكرون شوي، بس انه يروحوا على الاخير ما بتوقع حيروحوا على الاخير. هلا هذا الماسك اكتر شي فيه فيتامين اي وفيه مواد مضادة للاكسدة. هو صراحة أنا بعرفه بالإنجليزي، بس بالعربي طلعت اسمه مضاد للأكسدة. وماسك التقشير أنا لما قلت لكم عليه نسيت لكم شو أصلا بيكون فيه. سيلوسيك أسيد. السيلوسيك أسيد ما بعرف صراحة، حاولت كتير ترجمة ما لقيت لها اسم بالعربي، بس السيلوسيك أسيد كتير بيقتل الحبوب بشكل مو طبيعي. يعني أول ما تشوفوا مثلا كلينزر غسول للوجه او تونر او اي شيء بيقولوا لكم انه هذا الحبوب لازم يكون فيه سيلوسيك اسيد بطريقه فظيعه، يعني اكثر شيء بيكون فيه هيك. فهدول هن انواع الماسكات، ان شاء الله تكون عن جد فدتكم، وعن جد عن جد حاولوا كتير تهتموا ببشرتكم. ان شاء الله حصير اسوي لكم ماسكات طبيعيه بس على قناتي. وهلا اعطوني رايكم بالاضويه، لانه اللي كان عم يتابعني اكيد بيعرف ان انا كان عندي مشكله بالاضويه. هدول الاضويه هلا هيك وبالليل ما في ضوء نهار. اعطوني رايكم فيه لهدول الاضويه، واكتبوا لي اذا عندكم اي سؤال عن هدول عن الفيديو تبع اليوم، اكتبوا لي تحت بالكومنتس وان شاء الله حجاوب عليه كلياتكم. تقريبا انا مو تقريبا صراحه انا عم جاوب على كل العالم، ما عم بترك اي حدا بدون ما اجاوبه، يعني وين ما بعتولي بجاوبكم، وتقريبا اي وقت كمان عم جاوب عليه. فاذا حدا عنده سؤال اكتبوا لي تحت بالكومنت، وبليز بليز اعملوا لايك للفيديو اذا حبيتوه، وانشروه، يعني خلوا العالم تعرف، يعني البنات تشوفوا يعرفوا شو الماسكات. اذا عندكم حدا عن جد لازم يستخدم ماسك لاي نوع بشرة كمان فرجوها للفيديو. ولا تنسوا اهم شي تعملوا سبسكرايب، هي الكبسة الحمراء اللي تحت الفيديو، هي بتشتركوا بالقناة، وفي زر الجرس اذا حبيتوه كمان. هذا زر الجرس لما بتكبسوا عليه بصير بيطلع عندكم لما انا بنزل فيديو جديد. فاذا حبيتوا تعرفوا اول شي، لان انا اول ما انزل فيديو جديد بصوره على سناب شات وبصوره على الانستغرام، بس اذا حبيتوا تعرفوا ما شفتوا السناب شات والانستغرام كبسوا على زر الجرس وبصير بيطلع عندكم. فهذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه، وبحبكم كتير، وبشوفكم بالفيديو الجاي.